السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم شباكيه كتجي رائعه سهله في التحضير بدون آلة توريق. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. في المقادير كنحتاج كيلو ديال الدقيق الحلويات، كنضيف معاه واحد شويه ديال الملحه. غادي نغربل جميع المكونات. غادي نضيف ملعقه كبيره ديال النافع محمر غير واحد شويه ومطحون مزيان. ملعقه كبيره ديال القرفه. ضروري نغربل جميع المكونات. وكنضيف خماره من الوزن 8 غرام، وكاس ديال الزنجلان محمر ومطحون مزيان، كاس ديال الزيت. كنضيف كاس ديال الزبده اللي غليتها مزيان حتى تبدل اللون ديالها ولات نوازيط. وكنضيف راس ملعقه ديال الملون الاصطناعي وصافي. وغادي نخلط هاد المكونات كاملين مزيان. من بعد ما خلطتهم مزيان صافي كنضيف كاس وربع ديال الماء الزهر وربع كاس ديال الخل، وإلا احتاجيت الماء غادي نزيد واحد 4 كاس. هاد العجينه خاصها تبقى شويه قاصحه باش ملي كتديروا في بلاستيكه هي راه كترطب راسها. من بعد ما عجنتها ما دلكتها لا والو، صافي غير جمعتها وكنقطعها على 3 وكنديرها في بلاستيك غذائي باش ما تنشفش. كنسد عليها مزيان في البلاستيك وكنبدا نخدم بوحده بوحده. صافي غادي نطويها على هذا الشكل، غادي نطويهم 3 ونغطيهم. كيف ما كتشوفوا من بعد ما طويتهم صافي غادي باش تجيني الخدمه سهله. كنطلق هاد المربع على هاد الشكل وغادي نقسمو وغادي نرجعو للبلاستيك الغذائي باش ما ينشفش. صافي هنا كناخد طريف ديال العجينه وكنبدا نطلقو على هاد الشكل. كنطلقها مزيان باش ما تجيش الشباكيه غليظه. من بعد ما طلقت العجينه مزيان حتى ولات رقيقه على هذا الشكل صافي كناخد هاد الجراره ديال الشباكيه اللي كتكون على 4. كنضغط عليها مزيان باش هكا تقطع ليا مزيان وصافي. ودوك الزوائد ديال العجينه كنحيدهم على هذا الشكل
وغادي نرجعهم للبلاستيكه باش نعاود نخدم بيهم. هنا غادي ندير معكم التشبيكه اللي سهله وكتجي زوينه. كنهز الشريط الاول كنديرو تحت الثالث وكنلاقيه مع الخامس وكنجبدها هكا مزيان باليدين ديالي صافي، وكنضغط عليها من الجناب. الطريقه راه واضحه في الفيديو وكنستمر بنفس الطريقه. من بعد ما ساليت صافي كنخليها ليله كامله، ضروري تبقى ليله كامله هكا باش تنشف وما تحلش في الطياب. هنا عندي العسل اللي غادي ندير فيه الشباكيه، نعسل به الشباكيه كيكون على هذا الشكل. ضروري يكون عاقد شويه على هذا الشكل باش يلصق في الشباكيه. والزيت راه دايرها تسخن صافي، ملي كتسخن الزيت كنبدا نقلي. النار ما تكونش مجهده بزاف وصافي، وكنبدا نقلبها هكا على جميع الجوانب باش تقلى مزيان. وصافي من بعد ما نسالي غادي نسقطرها مزيان ونمسح ديك الشبكه باش هكا الزيت ما يمشيش ليا للعسل. صافي غادي نخوي عليها العسل من الفوق على هذا الشكل ونخليها حتى نبغي نحيد القليه الثانيه، وغادي نستمر بنفس الطريقه. صافي هنا ملي تعسلت ليا الشباكيه على هذا الشكل خليتها حتى شربت مزيان وكنصفيها وكنديرها في الكسكاس كنخليها تسقطر.
من بعد ما ساليت خليتها هكا تسقطرات، او كرش عليها الزنجلان. كتجي رائعه سهله في التحضير. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. صافي هنا غادي نحتفظ بها في شي بواطات هكا يكونوا محكمات الاغلاق، يكونوا محكمات الاغلاق، وكنسد عليهم مزيان وكنخليهم الوقت اللي بغيتهم هكا ما كتوقع عليهم حتى حاجه. نتمنى الشباكيه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم. شكرا بزاف على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.